أختي عسلم. عسلامة. موضوعنا اليوم يا سيدي على المرأة الصالحة. قبل كل شيء نقولوا لله الحمد وما أدراك ما المرأة الصالحة. قبل كل شيء نقولوا لله الحمد على نعمة المرأة الصالحة. المرأة الصالحة هذه شنو دورها في تكوين الأسرة وسعى في دارها ساعة. قبل الدار ساعة متعلمة خير من 1000 معلم. متعلمة في الدار خير من 1000 معلم. حاجة الأولى. حاجة الثانية المرأة الصالحة كنز، واللي هو فقدت أو مالوريزمون كل شيء خلاها باش تفقد. ضغوطات العمل، تكوينها هي، عيشتها في دارهم، وبعد كيفاش خرجت ومشيت قضيت عند مشيت الراجل آخر، فهمتني؟ لقات روحها بحكم المسؤولية متاع أمها وكل شيء وما حملتهاش مسؤولية، خرجت ما لقاتش روحها. من بعد يجي نشوفوا نقولوا اللي الطلاق نسبة كبيرة ياسر في تونس. علاش؟ المرأة ما عادش تنجم روحها. يقول لك شنو هي المسؤولية اللي حطوني فيها؟ فك علي، تعرس، تجيب صغير، يزيد الحاكم زاد المحكمة شجعتها والعدل شجعها انها تاخذ كراها وتاخذ نفقتها وهي في دارهم، هكا تمشي ترميها عند امها وتقعد. احنا نرجعوا ديما لمقياسنا اللي هو ديننا، مو هكا ولا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنقوا في الانساب فان العرق دساس. نجي كان الحاله قديمه تو قبل في عهد الجاهليه، انا نحكي لك مش توا. في عهد الجاهليه كان واحد كي باش يمشي يخطب بنيه ولا باش ياخذ امراه يسالوا على اصله، من قبيله، قداش من غزوه، يعني شكون من القبيله ذيك مشهوره بالكرم بالشجاعه بالفروسيه. من بعد جانا الاسلام واللي يسألوا على شنو دينه، قداش حافظ من صورة، شنو هي الغزوات اللي عملهم. في العصر بتاعنا ذا المقريس ولينا نسألوا شنو يخدم، ايش عنده شنو يخلص المال. العالم، القصة بتاع العالم اللي مشاو فهمني يسأل فيه واحد قال له يا عالم فهمني أنا راني عندي وليد عمره توا عامين. هي قال له مبروك عليك. قال له علمني كيفاش باش نعلمه العالم هذا باش يطلع لي باهي. قال له يا ولدي راك جيتني مخر. عليه؟ قال له عمره عامين جيتك مخر. قال له راهو الاختيار يبدا ساعه من اختيار الام. احنا راهو المسلمين عندنا ما شاء الله راهو من الحكم ومن تاريخنا الباهي، لكنه جينا في لحظه وضحاها نحينا الرداء هذاك الكل بتاع الفضيله والكرامه والاصاله بتاعنا ولبسنا هالرداء الجديد هذا بتاع الفرنجه ولينا في ولد حالتنا فهمني مكروبه. ولا شغل الشاغل هو الماده. يا اخي يقري تاريخك الاسلامي شوف قداش من مرأة. يا اخي احنا الدين شكون يوصلونا؟ راهو وصلونا نساء المسلمات امهاتنا المسلمات. المرأة اللي عندها دور راهو فهمني برشا فهمني ديار قامت على هاك المرأة هذيك. انا نعرف واحدة قبل فهمني يا بنتي راجلها راهو معاق وحالته معاق ومريض وكذا. يا وديك المرأة قايمة بكل شيء وتجيبوا بحذانا القهوة فهمني تحطوا بحذانا ودخان ومنظم ومبرفن. ديما نحكي معها هذه المراه هذيك قالت لي على الاقل باش ما يتحقرش معناها شوف باش كانت مع راجلها قالت له انه خذا بنية حلال بنت عائله. المراه الصالحه اللي هي حتى في ديننا يقول لك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. تو الاخره حسنه نعرفوها والدنيا حسنه شنو من جملتهم المراه الصالحه. هي من ضمن ان شاء الله هي موجوده لكنه بدات تقل موجوده. فيها الخير تونس، فيها خير، فيها بنات، فيها نساء، فيها عائلات، فيها ناس ومالوريزمون زاد كيف فيها تونس افيك دي كاليتي زي دي ديفورا. فينا حكينا الباهي وفينا الخايب. لا الجمله بتاعك كريمه بتاعها باهيه شكلها جمله باهيه. سيئاتنا وسيئاتنا هكا قلتها لي بالعربي ما شاء الله ما شاء الله. على خاطر انا بطبيعتي في فرنسيزون معلمة فرنسيه راني هذاك. في ميدان التعليم. يا ما شاء الله هاي المرأة تربي فيها اجيال لبرا وتربي فيها اجيال في دارها وسماهم على وجوههم من بين مرأة فاضلة وكذا. نتشرف بمعرفتك أختي ونتشرف بالحوار معك وربي يحفظ نسانا المسلمين والمسلمات وبارك الله فيك. عايشك ربي يهدي وكهو ربي يعيشك. شكرا وربي يعاونكم ويوفقكم زايدة حتى انتم محلاكم ولا حتى محلاكم. يا بنتي هذيك هي قناتنا التونسي كحلة 76 رانا يا سيدي تعجبنا ديما. راني قلت لك اخلاقنا وهذيك هي احنا ندعو لحسن الخلق. راهو ديما الواحد امم تطلع باخلاقها وامم راهي تطيح باخلاقها. وان من عدمت اخلاقهم انعدموا. عاوديها لنا بربي خمسين. انما الامم اخلاق وان من عدمت اخلاقهم انعدموا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جئتكم لاتمم عليكم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. يسرك عايش اختي عايشك.